السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا جماعة حابة اعمل معاكم اكلتي المفضلة اللي انا ممكن اكون عملتها معاكم قبل كده، ممكن يكون في لايف، ممكن يكون في فيديو، ممكن يكون في قناتي اللي اتسرقت قبل كده. بس خدوا بالكم ان دي الاكلة الشهيرة اصلا لمصر كلها، وهي ايه يا شيري؟ وهي طبعا يا جماعة صينيه البطاطس بالفراخ. صينيه البطاطس بالفراخ. بس انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل تكه فيها حلوه قوي، اتمنى لكل ست بيت ان هي تعملها. ايه هي يا شيري؟ انا يا جماعه دايما لما بيكون عندي الدهن بتاع اللحم، انا بجمعه كده بتاع كيلو 2 كيلو وبقوم مسيحاهم مره واحده، وبعد كده بصفيه، بخلي الدهن لوحده عامل شبه السمنه لوحده كده في علبه، وخلي الحتت الصغيره اللي هي اسمها السلويات، اسمها السلويات اللي هي بتطلع من الدهن دي، تمام، بخليها برضو في علبه لوحدها، دي للمحشي. اما الدهن اللي هو بيبقى الناعم اللي هو شبه السمنه ده بخليه بقى لاكلنا لكل الطبيخ. اي طبيخ بعمل احط منه معلقه، اي طبيخ بعمله حلو يا شيرين، حلو جدا، بيخلي الاكل ليه طعم وليه ريحه وتحس كده بروايح الاكل زمان كده. صلوا على النبي كده يا جماعه، وزيد النبي الصلاه عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا جماعة أنا فصلت برضو الصوت عشان كان الأذان بيأذن. ربنا يتقبل أعمالنا يا رب، ربنا يتقبل أعمالنا وما يحرمنا من صوت الأذان يا رب. تعرفوا يا جماعة أيام الكورونا أقسمت بالله ما بكدب عليكم في حرف، بجد والله العظيم، يعني سبحان الله الأذان رجعني لأيام الكورونا. لما جت الكورونا كنت لسه فاتحة القناة بتاعت اللي هي معكم شيري أسامة، قناة الأولى. كان ليا 3 شهور 4 شهور فاتحة القناة، وكنت اعدي من قدام المسجد بتاع المنطقة عندنا، مسجد مشهور جدا وكبير جدا، كنت اشوفه وهو مقفول كنت اعيط، قسمت بالله كنت اعيط. كان يجي شهر رمضان، شوف تخيل انت عايشة مثلا بقالك 15 16 سنة في منطقة مثلا، كل يوم بتعدي من قدام المسجد مفتوح، انوار، كل رمضان انوار الشارع، كل الشارع انوار بسبب المسجد، ده غير الانوار اللي عليه كله احتفالا بشهر رمضان. تخيلوا تلاقي الدنيا ضلمه من قدام، تخيلي ان مفيش اي صوت، مفيش اي حاجه. فبجد نعمه الاذان ربنا ما يحرمنا منها، نعمه كبيره قوي يا جماعه، والله ربنا يديمها علينا يا رب. يعني بارك في كل مساجدنا يا رب، يعني ده بيت ربنا يا جماعه، المساجد دي بيت ربنا، يا بخت اللي بيعمرها. ويا بخت اللي بيعمرها، مش لازم نعمرها بالفلوس، لا، عمروها بوجودكم فيها. روحوا المساجد واقعدوا فيها، لعل وعسى اللي عنده اي حاجه من جواه وحشه يبص كده للمسجد، ويبص الناس اللي بتصلي، ويبص لعظمه بناء المسجد ده، وازاي وصل لكده، وباذن من مين؟ من رب العالمين. يمكن روحنا ترجع والروح الشريره تطلع مننا. اياكم وسب الاعراض يا جماعه، اياكم وسب الاعراض. صدقوني صدقوني قسما بالله، سب الاعراض ده حاجه وحشه قوي، ربنا ما يكتبها على حد، عشان كما تدين تدان. اللي النهارده هتسب عرضه، بكره صدقيني هتلاقي اللي هيسب عرضك بلا رحمه، بلا رحمه وبلا شفقه. طبعا انا كنت فاتحه بث مباشر، وطبعا ايه بنضف بقى معاكم الفراخ وبتبلها وظبطت المطبخ كده والبوتاجاز، والله العظيم لحد الان واستعجيت يعني احط الورقه اللي انا بشتريها للازاز بتاع البوتاجاز، اتاري عشان كنت مسحه بالباور، فالباور يعني تحس ان هو منعمها كده، منعم يعني الورقه اللي تحتيه مخليه مش راضيه تمسك. عايزه اقول لكل ست بيت بتشوفني ما شافتش اللايف، حبيبه قلبي، لما تحب ان انت تلزقي ورقه على الازاز بتاع البوتاجاز زي ما انا عامله كده، خد بالكم انا جايبه واحده تانية، الصوره التانية تمام لونها ابيض لان بعشق اللون الابيض. المهم يعني ايه، لما تيجي تلزقيها بلاش تلزقها منك للازاز كده على طول يا حبيبه قلبي. لازم الاول تجيبي فويل وتلزقيه على الازاز، ورق فويل، ورق فويل، الورق الفويل اللي هو البكر اللي هو الخفيف قوي ده، تمام. ترش بس رشتين كده بالبخاخ ميه على الازاز عشان لما تحطي الفويل يلزق بالميه على الازاز، اوكي اوكي، عشان ما يتحركش. بعد كده بقى تجيبي الورقه الرسمه اللي انت عايزه تحطيها زي ما انا حاطه كده، وتقومي ايه حطها على الفويل. ليه يا شيرين؟ هقولك ليه، عشان لما تيجي تشيليه، اما تيجي تشيلي اللزقه هيتشال بالفويل اللي تحتها، تلاقي الازاز نظيف، هتلاقي الازاز ما فيهوش اي حاجه. لاني انا قبل كده لزقت الرسمه اللي قدامكم دي من غير الفويل، يا خرش على اللي عملته فيا وفي الازاز،
تلات 4 ايام كل يوم بنضف فيها شويه من على الازاز عشان تطلع، لان الرسمه كانت قعدت كتير بقالها اكتر من 6 شهور على البوتاجاز. انا حابه ان انا اغير لان انا فاتحه قناه، فمش هسيب الرسمه يا جماعه 6 شهور قدام يعني. لا معلش مش هينفع يعني، لازم اغير قدام الناس حتى. بقيت ايه كل يوم كل يوم كل يوم مش عارفه اصور فيديوهات في المطبخ اطلاقا بسبب اللزقه اللي انا ايه اللي انا عملتها وكده، لحد ما شلتها ونضفت اللزقه خالص. على فكره ما حدش قال لي حطي ورقه فويل الاول، انا اللي يعني قعدت افكر كده مع نفسي يعني انا اعمل ايه عشان الورقه ما تلزقش. انا اعمل ايه؟ جبت الفويل وحبيت احطه على الازاز لقيته بيقع. طب ايه اللي يلزق الفويل على الازاز؟ طيب قلت له انا لو رشيت ميه اكيد هيمسك لان الازاز ناعم والفويل كمان ناعم ورقيق جدا. فالمهم ربنا كرمني كده والفكره جت في دماغي، فبرش كده رشتين كده بختين كده بالبخاخ، ببص لقيت الفويل، بجرب اول حته لقيتها لزت، قمت مكمله بقى الازاز كله. فرحت جدا ان انا عملت حاجه من دماغي والحمد لله نفعت والله العظيم. اصل ابراج السرطان دي منحوسين في كل حاجه، ومع اني والله العظيم قسما بالله برج محدش استهان بيه ولا بتفكيره ولا بعقله. والله 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 تحس ان دماغهم نووي نووي شغاله 24 ساعه. بس يا رب اجعلها دايما شغاله في الخير مش في الشر، وابعد عننا الشر يا رب، لان احنا مش هناخد معانا غير عملنا الطيب، مش هناخد معانا شر. الشر ده ما هيدخلنا الا النار، الشر ده مش هيدخلنا الا النار. شوف احنا لما بتيجي مثلا يا ست الكل بتطبخي والصهد، بس صهد البخار، سخونيه البخار بتطلع على ايديكي، بتعملي ايه؟ او يا سلام بقى لو كنت انت مش واخده بالك ووشك قريب كده من الحله، تخيلوا ايه اللي بيحصل يا جماعه. الحله اللي هناك دي السمره دي انا بسلق فيها اكل للقطط، بعمل فيها اكل للقطط. فانا كنت قاعده بسوي لهم دلوقتي شويه اكل لان كنت بنضف اعزكم الله الفراخ وبطلع منها حاجات وكده، وكان عندي رجول فحطيت كله وقعدت ايه اسوي لهم عليه في الحله زي ما انتم شايفين ايه اللي هناك دي. اما هنا بقى انا كنت بقلل ايه. بتعملي ايه يا شيرين؟ بقلل بصله. ليه يا شيرين هتعملي ايه؟ هعمل لكم يا ولاد شويه رز بعدس، انما روعه روعه. انا هنا غسله الرز مع العدس، عملت حوالي 2 كوباية رز وعليهم حوالي نص كوبايه عدس، 2 كوباية رز عليهم نص كوبايه عدس، تمام. وجبت بصلايه حلوه كده وحطيت شويه زيت على معلقه سمنه، وقمت جايه ايه قلت اما احمر البصله. خليت البصله يعني لونها ايه مدي لذهبي غامق سنه، ذهبي غامق سنه. وقمت نازله لكم بقى ايه بالرز بالعدس زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي، وقلبت بقى ايه شويه تقليبه حلوه كده لما البصل والرز والعدس كده يعني يخشوا في بعضهم كلهم وتبقى الدنيا تمام. قسما بالله يا جماعه شويه رز بعدس زي العسل تاكلوهم حاف، لدرجه ان كنت فاتحه بس مباشر على معكم شيري اسامه الصبح، فجيت قلت قبل ما اطلع والله لا اسخن شويه رز واكلهم كده حاف من غير اي حاجه، والله العظيم تيجي واكلاهم. جت حبيبه بنتي تقول لي ماما ماما طب رز بشعريه ماشي، مكرونه باش مع الفراخ بالبطاطس، لكن رز بعدس مالك يا حبيبتي في ايه؟ قلت لها بلاش اجدد لكم، بلاش انوع لكم، زهقت من الروتين، عايزين نكسره بجد، زهقت وتعبت. فبجد والله العظيم فكرتها انها تغضب على الاكل مش هترضى تاكل وكده، او هتاكل بعيش وتجيب عيش وتاكل. فلقيتها بتقول لي الله تصدقي ماما طعمه حلو، انت طول عمرك يا ماما بتعملي كل حاجه حلوه. قلت لها والله بس ده حب منكم ليا، بس انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. فبجد كان طعمه عسل يا ولادي، اعتمدوا الطريقه دي. 2 كوباية رز عليهم نص كوبايه عدس، وتغسلوهم الاتنين مع بعض ونقعهم شويه كده في الميه على بس ما تقلي البصله، بس يعني البصله تبقى معاكي اللون اللي انتوا شايفينه ده هوت. وبعدين تقومي بقى نازله بالرز والعدس تقلبيها تقلبتين كده حلوين كده، وبعدين تنزلي بقى ايه بالميه زي ما انا عملت كده زي ما انتوا شايفين. طبعا يا جماعه انا بحكم ان انا بقالي كتير قوي في المطبخ فانا حفظت العقد بتاع كل حاجه. طبعا انا هنا سايبه البطاطس والفراخ تاخد لها غلوتين 3 على النار، وقايده الفرن من تحت بيسخن. ليه بقى؟ عشان هتكمل نص السوا في قلب الفرن، واخدين بالكم؟ الغطا اللي انا مغطيها ده بيخلي الفراخ تستوي من كل حته من فوق ومن تحت. لما تيجي تدخل الفرن بقى تاخد الريحه وتاخد اللون وتاخد طعم وجمال الفرن. حطيت ايه يا شيرين؟ حطيت شويه كمون كمان مع الملح على الرز اللي بعدس عشان بيعزز من طعمه وبيخلي طعمه جميل. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، حطوا لنا لايك وما تنسوش الاشتراك في القناه. مع الف سلامه.